في راديو زمان كل اللي فات حيرجع تاني. دراما من زمن فات، برامج من زمن فات. راضيين يا أيوب، راضيين. ايه اللي بتقوليه دي؟ مستحيل. أيوب، لو كانت المسألة قضى من عند الله كنا رضينا. من أي ناحية راضيين يا ابن عمي؟ أيوة، وصابرين. اصبروا على الظلم يعتدوا علينا ونرضى؟ وعلى أكتر من كده كمان أيوب، عشان خاطري. عشان خاطرك؟ أيوة. يعني انت موافقة على عمايل عمار ابن عمك؟ ما هو ابن عمي وابن عمك برضو يا أيوب. ايه الحاجة اللي انا عايز افهمها؟ انت لسه فيه بينك وبينه صلة؟ يعني إيه؟ انا عارف يعني ايه يا نعسة. أيوب، ما هو يا نعسة انت عارفة ان انا راجل جاد وبحب الحاج. يا أيوب، أنا ما حدش ضربني على إيدي لما اخترتك أنت وما رضيتبوش. طب وايه اللي يخليه ينضم الراجل عدوي ويسموا لنا الغنم 5000 راس يسموها حتة واحدة؟ ربنا يكفينا شر الغير يا أيوب. ما هي دي الحكاية اللي مجنناني. انت واحدة وقدامك 2 ولاد عم، وواحد منهم خدك، الثاني غير ليه الا اذا كان لسه له فيكي عشان. عايز تقول إيه يا أيوب؟ عايز اقول انك لو ما كنتش لسه عطياله وش ما كانش فضل عنده امل فيك. بقى كده؟ ما دام انت بتقوليها ببوجك بتقولي غيران، واللي غيران ده يبقى لسه بيحبك، وعمر الواحد ما يحب حد يكون عارف انه بيقفل البيبان في وشه. انا 100 مرة اقول لك عمار ده ما يخشلناش بيت، عمار قلبه اسود، عمار حجود، عمار ما يستاهلش معاملة طيبة. طب اهو لسه طمعان فيكي من طيبتك وبشاشتك. يا أيوب المسألة مش كده. امال ايه المسألة يا بنت حواء؟ أما أقول لك اعمل معروف، ما تكلمنيش بالطريقة دي. واحد وعاش طول عمره متعشم في إنني هكون زوجته، ولما آن الأوان لقاني اخترت غيره، وهو أنت كنت فقير، فلما ربنا ادالك شيء طبيعي إنه ما يصيبش يشوفك غني. والكلام ده لما انت عارفاه ليه بتخليه يدخل بيتنا ويختلط بينا؟ انت فاهمة ان الطيب ينفع مع دول؟ احنا ما بنعاملهمش، احنا بنعامل ربنا. يوه الله، انت وشك لسه ملان شر، رايح على فين؟ ايوب، ايوب. نعم يا سيدي. انا جاي اتهمك قدام اللي انت مش شدد بيه انك انت اللي سممت غنم. وطي صوتك يا راجل انت، سيبني منه له. لا يا عمار، انا اللي اعرف ارد عليك. هي الحكاية عايزة رد وصد. انت مسؤول قدامي عن 5000 راس غنم يا عمار. مش لو كنت سميتها زي ما بتقول محدش غيرك يعملها. ليه؟ ها؟ اشمعنى انا دونا عن الملك ده كله اللي شكيت فيه؟ ده سؤال برضه معقول. عشان قلبك اسود يا عمار، مش طيب تشوفني غني. ايه؟ اسكت انت بس، سيبني منه له. طيب عرفنا دي يا ايوب، لما يعني مفيش حد في البر غني غيرك. ها؟ طبعا فيه. ليه انت دونا عن الخلق ده كله اللي انا مش طايق غناك؟ لانك بتكرهني دونا عن الخلق دي كله. ايوه، ما هو بيقول لك اشمعنى انت دونا عن الخلق اللي بيكرهك؟ ايه السبب؟ لو كنت راجل بلاش لف ودوران وقولها. انا ما بحجدش عليك لانك غني، انما قولها. عشان نعسة بنت عمك هي اللي حكمت بيني وبينك لما رفضتك وجبلتني. قلبك اتملى نار وغل، وكل ربنا ما بيغنيني كل النار ما بتزيد. ودي معناه في نظرك ان نعسة بتحبك وبتكرهني؟ ايه المصيبة ان قلبها ما بيعرفش الكره؟ ايه اللي بيضحكوا في كلام؟ لو كانت نعسة بتكرهني كانت وافقتك على انك تروح انت والرعاة بتوعك ينهبوا من غنمي بعدد اللي سمنتهولك. ها؟ انما ما بتكرهنيش، خايفة عليا، مش يمكن؟ ها؟ بصلي كويس واعجل كلامي. مش يمكن بعد ما خدتك وعرفت طبعك على حاجتك كرهتك؟ أنا
كنت مفضلها عليك كنت اتلكك على اي شيء واسيب البيت، انما انا اهو جايمه ونايمه في طاعتك. وما تنساش انك انت اللي حببتني في الكمال وفي الصف وفي البعد عن الصفات الوحشه، في الغدر والانتقام والغضب والشر. وانت من صغرك مثل اعلى للناس، الدنيا كلها بتغني باسمك. واني حاسه ان نسوان البراري حزاني، وحكايه المال دي والغنى عرض زايل يا ايوب. اشمعنى لما ربنا بيدينا بنرضى ولما يسلط علينا اي سبب بنغضب؟ ايوب بص لنعسي بنت عمي، انا ما عوضكش عن المال والغنى. اللهم يا رب لك الف حمد والف شكر. تستاهل الف حمد يا حبيبي. يا همام. ايه يا عمار؟ في ايه؟ قاعدين نقطع من مواشيه ما بتفرقش. بلغني انه النهارده جاي له 2000 راس غنم. اهواني موتي وموت انه كله غنم. بيقولوا الغنم غنيمه، واني لا انا عايزه يغنم ولا يسعد. طيب ما انا جاي لك عشان كده، مش لازم نتدبر؟ اسمع يا عمار، انا عايزك النهارده تذل وتذلها. يا ريت. طمن، طول ما انت معتمد على همام وانت قادر على الدنيا وما فيه. في عرضك ده انا مغلول منه ومنها وحطج من جنابي. نواجههم، نروح لهم قدام بيتهم في النهار، نوريها انه ما يقدرش لا يحميها ولا يحمي نفسه، ونوريه انه ملوش في الدنيا مكان طول ما احنا على ظهر الارض. تعال. أيوب مالك؟ إيه اللي حصل؟ بص لي، افتح عينيك. أيوب كلمني، اهدى. خلاص يظهر إن أجلي انتهى. كنت مخبي عليك الجروح من زمان. معلش يا ناصر، اصبري، رتبي نفسك على انك هتعيشي مع راجل عليل بعلة عمرها ما تطيب. اصبر، انا فداك يا ايوب. ما تصيرش ليه؟ من زمان مش فيه رب يا ايوب. امنت بالله. اتنيني
الدنيا عليكي غادرة. لكن يا حرة انتي حواليكي جدار متين، والسور ضميرك والصفات الطاهرة. عمار؟ ايوه يا عمار يا نعم. وايه اللي مطلعك بالليل في ساعة زي دي؟ جاي ازور ايوب. تزوره؟ كتر خيرك، بس هو نايم. طيب خد الحمل دي دخليه الحوش. اهدي. بعض خيرك يا نعفة، شوية غل وسم. يا عيد الشوم، حد قالك علينا حاجة يا عمار؟ احنا في هاني والحمد لله. اسمعي بس يا نعفة، هو أنا غريب؟ انت بنت عمي وهو ابن عمي برضه، ومهما حصل بينا الضفر ما يطلعش من لحم. على كل كتر ألف خيرك. نعفة انت بتكفلي الباب في وشي. أنا طالعالك بره يا عمار، بس بقفل الباب عشان صوتنا ما يصحيش. طيب دخلي الحاجات دي قبل الجمل بما حمل. لما نحتاج يا عمار نبقى نطلب منك. يا نعفة اني فرش وغطى لولاد عمي. تعيش. يعني ايه؟ يعني احنا في غاية ونهاية. يا نعسة بلاش خيابة. أني عندي خبر إنكم بتناموا من غير عشاء. وحمدين ربنا وشاكرين فضله. وآخرتها معاك طلباتك. بس لو كنت أعرف إيه اللي مصبرك على الغلب ده كله. واحدة وطبعها الإخلاص تلموه. لكن ده يا ولده خلاص أهو افتجر، ولا بقى حلت ولادي وكمان البلوى اللي جات له دي. لينا رب يا عمار. دلوقتي الحكم اللي شافوا الجرح دي مش كلهم قالوا ان مفيش نجي؟ فيه احسن منهم وقادر. يا سلام، بقى انت عندك امل انه يصيب وربنا يجعل يومي قبل يومه. سلاسل يا نعسة، كان ساحر لك ولا عامل لك عمل؟ هو المعروف مش اقوى من السحر. ما شفتش منه يوم وحش، لا معايا ولا مع غيري ولا معاك انت يا عمار. يعني ما فيش فايدة. ريح بالك وروح شوف حالك. روح شوف همام اللي انت اتشددت تبه ونهبت اموالنا وخدها منك ولا قدرت تسقف بصاده. قصدك ايه يا نعسة؟ ابدا، قصدي تسلم. ده راجل متعافي ومتجاهي ولا يقدرش عليه غير ربنا. يلا منه لله. يعني اذا جه همام وحب يديكوا حاجة عمره ما يشوف لي شكل ولا يسمع لي صوت. عن اذنك، المرة دي سماع ومرة ثانية الباب مش هينفتح ابدا يا عمار. مع السلامة.
بتكلمي مين؟ ده عمار. عمار؟ واقفة معاها على الباب بالليل يا نعسة؟ كان جايب لنا حمل غلة وسم. وبعدين؟ فرفضت طبعا. تعالي تعالي قوليلي ايديك يا ابو ما تتحركش مال. اللهم استرك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم عوض صبرك خير. اللهم اقضي فيا بما ترضى. عشان خاطر القلب الطاهر ده، عشان خاطر نافع اللي ملهاش ذنب في العذاب ده كله، يا رب. نعم يابا. انت من غير شاك؟ وفيها ايه يابا؟ مش جوا بيتي. جوا بيتك ولا بعتيه؟ ابدا يابا، ده انا حتى مغطيه ابوها ايوب. ايوب انا عارف ده روحه ما بتطلعش ليه. فيه ايه بس يابا؟ ازاي فيه ايه؟ يا ما فيه كلام بينقال. راجل وبقى بالحاله دي ومراته لسه بشبابها. غرضك تقول ايه يابا؟ انا عارف غرض اقول ايه. افهم انت بقى. انت فاهمه النصيج العار ده؟ عار؟ هو لما يكون فيه غرض عندكم تسموا الشرف عار؟ غرض؟ ايوه غرض. انا عارفه ان عمار بيتجول عليا هنا وهنا عشان يتصلك كلام ويخليك تغضب عليا وتيجي تاخدني والجو يصفى له هو. طيب ما هو ده عين العاج. انا ما اطلعش من بيتي ابدا. تعصي امري يا بيت؟ امري في يد اللي انت ائتمنته عليا وجوزتني له. ده بقى انفاس معدوده. انت قادر يا رب، قادر يا كريم. طيب
معلش استحمل شوية كمان. يا نعسة، ما فيش فايدة من ده كله. بتداوي الجروح من هنا وبتطلع تاني من هنا. نقوم نسيبها ولا نداويها؟ واخرتها خير خير بإذن الله. يا رب يا رب ارحمها هي. أنا حسيب الدنيا وأنا راضي. كفاية عليا النعمة اللي أنعمت عليا بيها دي. يا رب استرها من بعدي. ايوه اتقلب شوية صغيرة. أنا خلاص يا نعسة ما عدتش قادر أتحرك. ما عدتش قادر ايه؟ ليه انت نسيت؟ نسيت ايه؟ نسيت زمان. ايوه فكرتيني يا نعسة. يا ما نفسي تقعد عيني شايفاكي وداني سامعاكي لغاية ما اموت. فكرت في ايه؟ لما كنت اسمعك وانت بتقول لاخواتي الكمال يطول العمر ويملى الروح ويمدها بالجوه، وطول الروح ما هي عمرانة بالكمال وبالإيمان. مهما الجسم صابه يفضل الإنسان سليم ولا يحصلش له أي ضرر. وديني لسه مآمن بكلامي ده كله، لكن اللي أنا فيه أشد من قدرة ربنا يا أيوب. ما شاء الله. نعسة ايه يابا؟ البسي شالك وتعالي. اتفضل بس خش. بقولك يلا يا نعسة تعالي معانا لحظة وارجعي. ايه بس اللي حصل؟ احنا مش قد الراجل الوحش ده. همام هو همام قاعد اهو فوق الكوم اللي بره البلد وعايزك في كلمة. ناصر يا اخي انت اللي سببت لنا كل المصايب دي. الحمد لله اللي كلكم عاملين له حساب حتى وهو انفاس معدودة. روح يا ناصر. اروح فين؟ اسمعي كلامي، انا عارف كل حاجة. انا اذنتك انك تروحي. ما هو اذا ما جيتيش انا هسحبك من شعرك دي. ناصر انا امرتك انك تروحي. يلا وهو ربنا شاهد ومطلع على كل شيء. روحي. اكشفي وشك يا ناصر. وديني كشفت وشي يا همام. يرفع الشال ده. وديني رفعت الشال. بقى الوش ده والشعر اللي مليان عندي للفرس والطول الفرع ده يبقى ملك شوية عظم.
اسمع يا نعس، انت تروحي دلوقتي على بيت ابوكي وتعملي حسابك ان الدنيا دي كلها هتبقى ملكي واني من ضمن الملك. حاجي يفتح الله يا همام. اني مش بساومك، اني بأمرك. واني بعث امرك. اذا كنت عاملة على العشرة اني ابعت واحد دلوقتي يريحك منه، ضربة واحدة بالسيف تخلصك من المشكلة. لازم تفهموا ان لو شيء من ده حصل هموته. يعني مضحية بابوكي وابن عمك عمار واهلك عشان واحد هيعدي الناس دي البلد اللي بجدته. انا مش مضحية بحد، انت اللي متشدد بجوتك وعافيتك. قادر ربنا يقنعك ان الصحة ما هياش طريق العمر ولا العايه سكة الموت. يبه أنا كرامة لعيونه أصبر عليها لغاية ما يموت. بس في حاجة يا ناعسة، قعدتي هنا في البلد ما تقعديش. ليه بلدي وقاعدة في بيتي وفي بيت جوزي. الصيت اللي انت واخداه دي بمحافظتك على شوية الحظ. أنا حسبت للناس إنه مش صحيح، هو نايم وانت قاعدة جنبه مرتاحة، إنما لا، لازم تطلعي بيه بالبلد، ولا فيش مخلوق يساعدك تشيله ولا مخلوق يديك أي شيء. تعرفي إيه اللي يحصل؟ هترميه الكلاب وترجعي دليله. ده
محسنين لله. نعسة يا محسنين لله. انت يا نعسة. مين؟ لا حيلة ولا باليد يا ربي، بتشحتي يا نعسة. أمر الله. الصبا ده كله والجمال ده وتشحتي. أمر الله يا خالد. أمر الله. كلام ايه ده يا بنتي؟ طب تعالي معايا. على فين؟ وهيبقى على فين؟ البيت اهو جنبنا اهو، 50 النهارده والعيش سخن. اخديلك يا بنتي رغيفين وشوية مش حلبة تتجوتي بيهم. ربنا يخليك يا خالد. مدي رجلك يلا. واقفة على الباب ليه؟ ما تدخلي. ما تدخلش بيت حد يا خالد. اللي ما خفتي من اهلكم اللي اسمه همام، هتخافي تخشي بيت واحدة عجوزة اكبر من امك. اديني اللي فيه الجسم وروح على عشتي. ادخلي ادخلي، تعالي علشان تطلعي بايدك. في القصعة دي فيها شوية مش حلبة. ادخلي يا بنتي. انت مين؟ هعوذ بالله. يا خايبة يا نايبة. انت مين؟ شيل اللي كان ده يا جبان. وهيبقى مين غير اللي بلالك قصر ومليه خدم وحشم علشانك. وادي اللسام يا نعس. انت؟ اني. وانت اللي قلبك حن عليا يا غدارة. يا شيخة بلاش قلة عجل وهبل بقى وقعودي. انت عايز مني ايه؟ وهعوز ايه؟ ولا عشنا وشفنا يا ولاد. يا بنتي يا خاي بنتي، مفيش حد في الدنيا دي كلها يوافقك على اللي بتعمليه ده. بجاني يا نعسة، ما شقيتش في الدنيا دي وظلمت وقتلت وسرقت إلا عشان أجمع ثروة تبقى مهرك. وأنا يا نعسة برضه مثل أعلى. الدنيا دي كلها بالدين بتعطي. لو الوحوش في الجبل نطقت تنطق باسم حديثها من خوفها مني. ما كسرش شوكتي وخلاني ذليل غير قلبي يا نعسة. واللي الوحوش بتخاف منه يا همام يبين قوته على واحدة ست. انت مش واحدة ست يا نعسة، انت دنيا بحالها، دنيا فيها قمر ومليانة نجوم وورد وياسمين وأنهار. طيب تقدروا تسيبوني لهمومي وتخرجوني؟ شوفي الهبالي. إذا الباب ما انفتحش أنا هعمل لكم فضيحة. أبدا، أنا مرضاش إن أكون أقل منك صبر يا نعسة. برضه هصبر ومستنيك لغاية آخر المشوار. وادي الباب، اخرج يا نعسة. انت راخر. ايه؟ كل اللي عملناه هديته بقلبك الحنين. يا ناري، كانت وياك ومقفول عليك وعليها الباب، ولا حد من شاف ولا حد من دري. على كل حال انت عملت اللي عليك. المد نار هم. ربنا يخليك ويطول عمرك. انت برضو تمشي وراها كده من بعيد، خلي الناس يدلوها على السوق. تجارنا الطيبين يمكن يلخموها شوية لما يمدوا ايديهم لها. وكناني ايوه، اكوناني دورت على العش اللي هي مدرياها عن الناس واروح اخلص عليه. ادي الشوري. يلا بينا.
معاه شره غدره قوته، وهي مش لاقيه له قامت عفاره. انت مش شطبت يا شيخ فارس من بدري. امال ايه اللي مقعدك في السوق؟ يعني مش عوايدة؟ بتفرج على احوال الدنيا. بقى الشحاتة دي مش حقها تكون كده وتحت رجليه 100 جارية يخدموها. متهيألي ان عجلها مش سليم. ما اعرفش ليه انا نفسي اعرف حكايتها. اهي جاية علينا اهي، اوعى شوية من تحت الخيمة احسن الدنيا غيمت ويمكن تمطر. على الله، علشان تقف ويانا شوية كتير. لله يا محسنين. تعالي هنا يا ستي، احسن الدنيا بيناها حقها. يا محسنين لله. قولي لي يا ستي، انت شايفه من ملك الله، يعني من البلاد اللي حوالينا؟ انت يا ستي باين عليكي بنتنا، ودي مش هيئة واحدة شحات. الحمد لله على كل شيء. انا يا ستي مش هسألك في اي حالة ولا تظني بي اي شيء. لو سمحتي تكرمي حسبك ونسبك بدال الاهانة والبهدلة وتيجي البيت معاني. حد الله ما بيني وبينك، في البيت امي وابوي ومرتي وولادي، وتبقى واحدة مني. سبحان الله. قلتي ايه؟ عشان يصدقوا ان الدنيا بخير. هم مين دول؟ يظهر ان في حكاية طويلة انت عايشة فيها. انا يا ست بفضل الله اقدر اقوم باي خدمة تطلبيها. كتر الف خير. الفلوس موجودة اعمل بها ايه؟ أنا طمعانة في كرم الله، في شوية غلة، في لقمتين عيش. لا حول الله يا رب. ما تسمحي وتوفديني وتيجي ووالدتي من الناس الصالحين وتعيشي معاني. يا ريت يا ابني. ابنك وبتكبري روحك ليه؟ يلا بينا على البيت. البيت قبل المطر يبينها. الله، انت رايحة فين؟ تيجي انت يا ست. قلت لك عجلها بينه كده. يا اخي ظنتي انا حجري وراها اشوف ايه حكايتها. انت خلي بالك من الميزان والخيمة. يا ست في عم كتر الله خير. انت بس رايحة فين دلوقتي؟ رايحة الأكملية، للصابر، للعابد، للي لو اللي فيه في الجبال لا تهجت وهو مستحملها برضه. الله، انت نعسة مرات ايوب. يا الف اهلا ويا الف سهلا. يا ست انت صيتك وسيفه الناس كلها بيتغنوا بهم في كل حته. طب والله ما تحلفش. ليه يا راجل واحد بس؟ اعملي معروف، ما تخلينيش اعيش في عذاب. اوريكي بس بيتني وتبقى انت حر. يوم ما تفكري انك تدوري على اهل وعلى بيت وعلى ناس نبقى احنا. اعملي معروف اهو قلبي بقى من هنا. وفتتونا تاوي طلعت عالبلد دي رايحة تشحت في البلاد العامرة. تقف على الابواب تنادي يا محسن
لقمة عيش لله، بدل شحات العيش تبعلنا شعرك. ان كنت صحيح على البلاوي صبرة زي ما بيقولوا. اعملي معروف، انا اتهنت واتبهدلت والمطر خد مني كل اللي جمعته النهارده وعايزه اروح. تبعلنا شعرك ايه؟ مش بتقولي بايع عليه عمرك؟ اهو اذا كان كلامك صحيح يهمك ايه بقى لما تستغني عن شعرك؟ الضفيرتين دول ولا حياة ايوب؟ ها يعني ما يعنيش ولا حاجة. بقى رجالة البلد ما عدلهمش سيرة بصراحة غيرك وغير جمالك، واذا ما بعتيش شعرك تبقي انت عاملاها حدوتي وغرضك تفتني الرجالة. طب الله الغني. عن اذنكم. يبقى ظننا فيك صحيح، وانت ما تستهليش اي معروف، والبلد كله مش هتديكي لقمة واحدة. ان كنت صحيح زي الرجالة ما بتقول ان ما فيش زيك واحدة في الدنيا دي ابدا، ورينا الدليل. شعرك دي نقص ونشتريه، صحيح تبقي نحس الحر الصبر اللي ما يهمهاش نفسها قصاد حياة ايوب كده. وانا وفيت اشتروا. أنا حزينة الزمن
فارس واحنا بنشتريه. وكام اشتريتيه؟ عرضنا عليها في كل ضفيرة 500 دينار. عليا ب1000 لكل ضفيرة. لا يا سيدي، قال ايه بتقول شعر العز ما ينفعش بمال. امال بايه؟ بكسرة عيش. يوم بطوله يا ناس، وهي في بلدنا وما ترجعش بلقمة عيش الا وهي دفعت ثمن شعره. من الغيرة يا ناس. ما تمدش ايدك يا شيخ فارس، ما هيش جايمة الا اذا شعرها انحلق. يلا يا حجان في الموت. خلصوني راحين في ايديكم بلقمة عيش. جد يا حجان. كده ايوب. سبحانك ناصر ناصر ناصر. هو ما فيش في الحتة دي غير الراجل. هروح فين بس؟ أيوب أيوب قتلوك يا أيوب. أيوب على إيدي ورجلي أنت
راجل. اروح فين بس؟ ايوب ايوب. الورد والياسمين عمل أيوب فاضة بقى شبيه جلدي وحوالي مشوارة. أيوب رفع وجهه لمن رفع السماء نزلت له بلا حرير ايوب ايوب. أيوب فين؟ عمار قبل الوقت ما يضيع مننا. أيوب فين؟ دايخة عليه يا عمار. ما هوش في العش. وانت عرفت طريقها؟ بلاش نضيع الوقت في كلام يا بنت عمي. همام ماله همام؟ نزل برجاله راكبين خيولهم ومسلحين، لما عرفوا النامي حاجه في وشه لو عملوا في ايوب حاجه. همام خلاص نوي يقتل ايوب. راح فين؟ اتكلمي. انا خارج ورجبتي على ايدي عشان ادافع عن حياه ايوب. لسه بتخونيني يا نعسه يا عمار. انا رحت بدور عليه، مش سايباه بايدك في العش. رجعت ما لقيتوش. وده كلام معقول؟ صدقني عشان نوصل لحل. امال راح فين؟ نزلت سجورة نهشته، وحوش دخلت عليه. لو كان ده حصل ما كانش اتجاله اثر. نعسه. صدقني يا عمار يا ابن عمي. مستخبي انت من وش حمام ورجال، التاني ورا شعب الجبل. ناوليني حاجه من معاك، يمكن اشوف ايوب في اي مغاره. مش يمكن حد خباه ولا حد خطفه. حاجه من معاك يا نعسه عشان يصدق ان رجعت لضميري. حاجة؟ اي حاجه. سيب الشال دي. لا. شعرك نعسة، شعرك راح فين؟ ضفايرك تعسي كده يا نعسة كده. انت عارفة شكلك من غير الشاب بقيتي ايه؟ زي الراجل. استخبنتي وانا حلفت من ورا الصخرة دي لغاية ما يفوتوا.
دارمته قدامه وهو ما دارا. يا نعسة يا ما الخير بينفد متدارا، لولا حلق الشعر كنت في مقبرة. يا عم يا اللي نطقت الرجالة. نعم يا عم. ما انا بقى شكلي راجل على رأي عمار. اللهم ألف حمد وألف شكر. بس يا دليل بين الأيوب. يا سيدنا لا تؤاخذني، الظرف مش مناسب اقول لك اتفضل. يا عم كتر خيرك، أنا سألتك قبل كده. ابدا يا سيدنا. طيب شفتش ناس شايلين غازي العليل على كتافهم وحاطينه في جثة وفاتوا عليك من هنا؟ راجل عليل؟ ايه. وهو العليل ده يفضل عليل على طول؟ هما كل الرجالة طبعهم حكي، سؤال وجواب. شفته ولا ما شفتوش؟ لو صبرت شوية عليا في الكلام يمكن أدلك. صبرت وإيه عرف الناس الصبر؟ نعم. والعليل ده اسمه ايه؟ أيوب. وانت ما تأخذنيش يعني، انت مين؟ واحد من قرايبي. انا عارف مكان العليل، وده كلمتني بالحق ادلك على مكان. ممكن تجرب عليا شوية؟ جرب كمان كمان. ايه؟ نعسي؟ نعسي؟ مين؟ ايوب يا نعسي. مش ممكن، مش معقول. ازاي؟ ايوب. نعسي يا بنت العرب، يا بنت الاصول، صحتي غيرت شكلي عليكي، لكن انت شعرك الجميل يا نعسي، شعرك راح فين؟ بعتي. اللهم لك ألف حمد وشكر يا رب العالمين. شعرك يا نعسي. فداك، احكي لي. وهي قدرة الله عايزة حكي يا نعسي؟ نعسي وحشاني يا رب، يا أكرم من كل كريم. رايحة أدور على لقمة عيش نتجوز بيها. ترجعي تلقي العليل سليم. بتبص لي ليه؟ صعبا عليك شعري؟ بتملى من وشك الحلو يا نعسي. كنت وانا عليل عيني عليها غشاوه. يا حبيبي. في ايه؟ عمار. ايه يا ترى عملت ايه؟ قبل هما كام سنة اللي فاتوا عليكي في المصيبة دي. مصيبة؟ يبقى نفسك بيتردد جنبي وابقى في مصيبة. تعرف يا أيوب، ايه؟ بقت تيجي علي ساعات أفكر في العشرة الطويلة وأقول يا بنت اللي عمره ما عمل فيكي أي سوء. الحمد لله. ولو الناس تعرف يا نعسي كانت تتأكد ان الراجل هو معلم الست، زي ما يعمل تعمل هي. ايه حكاية عمار؟ قابلني وهو بيدور علينا ووقع مع همام. سبحان الله. مش دول اللي كانت خصومتهم ليا وليكي سبب صداقتهم؟ وفكرك أنا أآمن لمخلوق منهم؟ عمار حاول يدخل في دماغي إخلاصه لينا، إنما بعد ما جربنا وشفنا مفيش لينا غير ربنا. آمنت بالله. انت تغطس في الشجر ده ومهما سمعتني بنده ما تجنش دماغك، ومش هاجي يمك الا لما اطمن ان الشط خالي. طيب اروح افتش لك على اي هدمه. المرة اللي فاتت بعت شعرك. فكرتني، العيش سراها على الحزام اهو. كل واحمد ربنا ونام لغايه ما اروح انا البلد واجي. نعسي يا رب عوضت صبرنا خير.
ونصرتنا على أعادينا. قعديني؟ مين هم قعدينا دول يا نعم؟ عمار وهمام وكل نسوان البراري والبلاد اللي حوالينا. احنا ملناش اعادي يا نعم. نعم، أظن كنت بتضرب شيء من اللي بيحصل. مفيش حركة ولا سكنة إلا كنت عارفها يا نعفة. كنت أحاول إن أطل في وشك وأقعد أقرأ الحوادث اللي أنت بتكفيها، وأقرأ الخواطر اللي على بالك. سامع؟ مين دول؟ عمار وهمام بيدوروا علينا. بتقولي عمار شافك وخد الشام وشاف شعرك المحلوق؟ وما عرفتش بصته كانت صحيح حزن ولا شماتي. أنا الحقيقة مش مصدقة إنه يرجع مع همام. هو فيه كائن على وجه الأرض يقف قصاد همام؟ في أظن مستحيل. والله في. مين؟ نعفة. أنت كنت سامع اللي دار يوميه؟ ما كانش المرض بيعز عليا يا نعفة إلا الحاجتين اتنين. مانيش قادر اتحرك في طاعة الله، اشوف احوال الغلابة والمساكين، دي حاجة، والتانية الحديث معاك. اروح عن البلد اللي جنبينا دي اللي بعت فيها الضفاير. بس انا عايز افهمك حاجة قبل ما تمشي. امن العمار يا نعم، مش معقول ابن عمك بعد ما يشوف اللي حصل لك بعينه ويكون مع همام عليكي ابدا. كمان مش معقول يضحي بنفسه. ما هي حاجة من اتنين، يا يمشي تبع همام ما هو عايز وبكده يعيش، يا اما يعاند همام وفي الحالة دي يبقى قايس على الموت. انا ميال للكلمة الاخيرة دي. كل شيء وله حد، وعمار انا عارفه في حد لشعوره بالذل من همام. كده بكرة تشوفي. ما يجمع الله الغريب بعدما يظن اللؤام الخيالات العابرة. فين اللي قاموا بالعداوة وشماروا من يسروا ربط حياته عامرة. هما بيسقوه من العذاب مر الشراب، والمر في بقه حلاوة مكررة. وافعل ما تشاء. انا راهن قدام الرجال اللي وفيه، راهن بكل المال اللي خدته من ايوب اديهولك فورا اذا كنت انت تعرف مكان ناعم. كونك بتدعي البطولة قدامي وبتقول انك ما تعرفش مكانها وعاوز توهم الناس انك عارف، لا، الحقيقة انك زي حالاتي قعدت تدور وما لقيت لهمش طريق. تراهن بايه؟ بكل المال اللي انت سرقته من ايوب، اللي انا خدته منك رغم انفك. والرهان ده قدام الناس على ايه؟ على انك لا قابلت ناصه ولا تعرف مكانه. والدليل على كده؟ الدليل على كده طبعك اللي انا عارف جبان عجيب. مش معقول تكون قادر تنجي نفسك مني وتدلني على مكانه وعشان يقولوا عليك الناس انك وقفت بصد همام تقوم تيك. ايه ده؟ اللي هو ايه؟ اللي انا متحزن بيه تحت العباية. بص كويس، ده شان نعسف. هات تسمعوا.
الموقف لسه ما انتهاش، وما تظنوش ان فيه مخلوق على وجه الارض يقدر يعديني. انتوا كلكم بتلبسوا الوبر، تاني بفتح الوحش وارميه في الملح والبسه. انتوا بتاكلوا الشعير، انا باكل الحديد والنحاس من فوق تراب الارض. واذا كنتم فاهمين ان عمار هينتزع منه السلطان على الناس تبقوا غلطانين. يا رجال همام على الشجره اللي قدامنا دي، اشبهوا عمار. ما حدش قال انك ما تقدرش تعلق اي واحد في الشجره يا همام. خلاص ابدا. انت فاهم ان اي مخلوق يكون عنده سر ومن خوفه منك يقولهولك؟ دي نكتة التحدي. انا عايز اقول للناس اللي عارفين ان كنت مع همام ضد ايوب اني عارف مكان نعسه، ومن خوفي عليها من همام نضحي بنفسي، قابل ان انضرب الوقت بالسيف افقد الحياة ولا اقولهوش. وفين ايوب يا عمار؟ العلم عند الله. انت فاهم انك اللي هتفوز بالدنيا؟ انا فهمت الوقت كل شيء. ايوب مات وانت مخبي نعسة في مكان، انما لا، مش هريحك بضرب رقبتك بالسيف. انت هتفضل مشبوح على الشجرة رهينة لحد ما تيجي نعسة. بكرة تشوف يا نعس اللي بقولهولك. كل شيء له حد، وعمار بعد ما شافك وشاف حالتك مش ممكن يرضى بالعيشة وفيها الذل ده كله. أنا هقوم أشوف خدمة تلبسها. إذا كان عليا أنا. لا، من ناحية دي أنا مطمنة. لو كان عليك أنت يا أيوب كنت تصبر لغاية ما نروح الدلتا ونجيب من فوق شجر التوت دود الجاز، ونصبر لما الدود يفرز الحرير، ونصبر لما المغزل يغزل، ونصبر لما التوب ينغزل. مين؟ ايوه هو ده البيت، اني معلماه. انت يا ست، عم الشيخ فين؟ شيخ مين يا ست انت؟ اني مش كنت هنا من كام يوم وطلع يجيب لي هدمتين، قمت انت منعتيه من النزول وعايزاه في كلمة. هما لسه هيعملوا فيكي ايه اكتر من كده؟ شعرك وجطوه وبقيتي والحمد لله شبه الرجالي. ما تلمي روحك بقى. هو اسمه ايه؟ عشان ايه؟ اروح له السوق. شوف يا اختي الست بتقول ايه؟ انت مش مكسوفه تكلمي مراته بالشكل دي؟ لا مش مكسوفه. ها؟ اذا كنت انت مش حاسه بالاهانه اللي اهنتوها لك بلدكم وما كلفتيش خاطرك تسالي بس سؤال، ليه الست دي باعت شعرها؟ عارفين انه عشان العليل اللي بيموت. وعرفتي ايه قصه العليل دي؟ بقاله كام سنه في الفراش وبنستغرب ازاي لسه ما ماتش لحد دلوقتي، والعليل صاب. والف حمد والف شكر. ازاي؟ في رب امنا بالله. انما ازاي؟ ما يكترش عليه حاجه، هو القادر. انت بتتكلمي جاد وجايه لجوزك عشان شفت اكيد انه راجل طيب من بتوع ربنا بحج وحجيج، جايه ارد له الجميل. ترد له الجميل؟ اخد منه هديه للعليل اللي طاب. ترد له الجميل وتاخدي منه؟ ايوب راجل كامل ومستقيم طول عمره، وبعد صبره الطويل ده وعطف ربنا عليه لو واحد اداله اي شيء شوفي دي تكون عند الله شكلها ايه. هو راح فين؟ نايم. وهصحيهولك حالا. لازم نكون عند حسن ظنك يا نعم.
الولد يا راجل، يستحمل كمان يوم ولا 2. ايوب ابن عمك طاب. انت ما تعلمش، البراري كلها والدنيا كلها راح الحته اللي هو فيه. وهمام ما طابش لما سمع الخبر، وركب حصانه دلوقتي وطيران على هناك. قطعوا لي الحبال اللي ربط ايديا ورجليا لغايه دي يا عم. خايفين من همام. همام امال هنخاف من ايوب؟ ايوب جيتي يا نعسة؟ الله، ايه ده؟ انت لبست الهدوم المقطعه اللي كانت عليك وانت عيان؟ اظن العشرة اتحتم كده يا نعسة. بقى وانا عليل تسترني، ولما ربنا يشفيني ارميه. عملت ايه في البلد؟ جبت الهدوم. رجعيها لاصحابها، ها؟ ومن النهارده ما تاخديش غير من ربنا، هو المعطي الوهاب، ولابد ما الناس دريت بفضل الله. طبعا هذا من فضل الله، واللي شفتيه منهم. مفيش مخلوق مش جاي عشان يشوف العليل اللي طاب. طيب احنا نبتدي نسعى على رزقنا يا نعسة. انا من رأيي بعد ما ترجعي الهدوم لاصحابها تشجي في الوادي على البلد، بيتنا العزيز اللي هاجرناه تروحي تقعدي فيه، وانا حمشي من على شط البحر اساعد الصيادين شوية والفلاحين شوية لغاية ما اقدر اتحصل لي على ثمن غنمي، ونبتدي الحياة من جديد. طيب لا قصدك نصبح الصبح وبعدين ننفذ الاتفاق ده؟ ابدا، من الوقت نقطع سواد الليل في المشي، لان الناس برضه تلاقيهم عاملين كده، والحتة دي من صباحة ربنا هتبقى مليانة يلا اعتمدي على الله يا نعم. وهتجابر الناس بالخلقة اللي انت لابسها دي؟ ما سترتنيش دي يا نعم. بص للسما يا نعم، بص للسما، كل ما تبص لفوق عينيك ما تشوفش الا الكمال. يلا يا بنت العم، مع السلامة. الناس بتأكد ان ايوب طاب، وهي الخلق عمالة تتزاحم على العين اللي شرب منها واستحمى فيها. وراحوا فين؟ البلد لازم يكونوا رجعوا. طب قولوا للناس اللي يدل همام على نعسه له 500 راس غنم، واللي يدلك على ايوب املال البراري اموال. الصحيح اني اعطيه اموال ايوب اكثر من 4000 راس جمل وبقر. يا همام يا مولى الموالي، ما احسن ادبك. طيب ما كان ايوب في ايدك قبل كده؟ كان عليل، وظن عار على همام انه يكفي الراجل عليل. يكتل؟ ايوه انا بعلنها، عمار وايوب انا قررت انهم يموتوا، ونعسه تصبح زوجة همام. وانت خايف من وجود ايوب ليه؟ مين اللي قال اني خايف؟ ويخاف ليه؟ يسلم بقك يا مليحة. وانت مين؟ انا اشد الناس حقد على نعس. اشد الناس حقد؟ محدش في الوجود بيكره نحسة قد وقعت عينين جوزي عليه، فما عدلوش سيرة غير حسنها وجمالها. رديت عليه خربني. انا يا همام اللي اشتريت شعرها، ابدا ضفايرها اهي. ضفاير ايه؟ ضفاير نعس. ايه؟ نعسة حلقت شعرها؟ الجدايل اللي لمسه الارض؟ ما عادش حاجات من دي تشوفها تقول راجل. ومستنظرة اليوم اللي حلفت فيه الضفرتين دول على رقبتي. لا سلمي هذه سليمة وخدي المكافأة. ده انا كنت جايالك علشان كده.
تسلمها لي انت سليمي ولك عندي ما تشاء. يا سلام. اسكت، انا قلبي محروق منه ومش هيكفيني موت. انما فين هم الضفاير؟ مش مصدقني؟ اهم اتفرجوا يا خالكو، اهو ضفاير نعسي. اكبر شرف ليه اطرف ست عالدنيا هي نعسه، ومين يعني زي نعسه؟ انت بتزودي حب الناس ليهم. انت تطمن، قبل كل شيء بعيد الضفاير. لو دفعت فيها كل مالك ما وافقش. هم دول سبب طرد، ما في السيرة غير شعرها. اعطيكي فيهم. ريح بالك، مسكتي فيهم وتقطيع صوابعي فيهم شعرة زي ما تكون بتديني 1000 هجين واحسن. قلبي بيرتاح. انما نعسه اصبحت منسوبة لرجل تاني، انا من السعادة المسؤول عنها، اخلصها من كل اللي حواليها وتبقى ملك خالص لي. والسعادة ابقى انا جارية من جواريه. الشرف اللي ينولها من انتسابها لك يعم علينا كلنا. تقدر انت تروحي على القصر؟ ابدا، ده انت تخليني من اتباعك. احنا جمعتنا ظروف غريبة، حقدي على نعسه وحبك ليه. انا افضل من اخلص اتباعك واقرب الناس لك. تبصلي بعين افهم انت عايز تخلص من مين. وادي الجوز وادي النب، وعمري يا همام ما فلتت مني ضرب. ايه ده؟ هتشوف. يبقى بأمري كل أتباع من الرجال يحوطوا بيت أيوب والشجرة المشبوح عليها عمار. محدش يفضل ورايا غير اسمك غزاوية. مفيش حد يفضل ورايا غير غزاوية. وانتوا يا رجالة روحوا اضربوا الناس اللي قاعدين في كل حتة ومالهمش سيرة غير أيوب، فهموهم انه لسه عليم وحيموت وراك. يا همام ربنا ينصرك على مين يا عديد. يا غزاوية تقدري تستفيدي بإخلاص الست دي. يا غزاوية جاكي تعتدي على نعسة. يا غزاوية إذا قتلت أيوب أنا حمل لك كل البراري. وريني همتك، خد انت العار ما يهمش. انما يقولوا علي قتل راجل كامل مستقيم، لا بتاع ضرب ولا بتاع جلاد. شوف انت في البراري صوفة وارجع اكون انا رتبت اموري. وهو كذلك المشبوح هناك ده محدش يقرب منه. كل منايه انه يشوفني قاعد مع محبوبته نعس. نعسه عمار يا بنت عمي، الحمد لله على سلامتك وسلامة أيوب. امال بيقولوا انك مشبوه. اللي نجى أيوب من العلة نجاني من القتلة. بركة إخلاصي لكم وصحة ضميري. مسامحينك يا عمار. وانتوا تكونوا إلا أهل سماح يا نعسة. انما همام ورجالته ربنا بعت مخلوقه اسمها غزاوية. غزاوية؟ ايوه هي اللي فضلت وراكي في بلدهم لغاية ما حلقت شعرك وبعتيه. إلا قيمة أبدا ما نأمن لهاش. لو سمعتي بس. هو اللي فيه طبع بيتغير يا عمار. اشمعنى اتغيرت؟ طول عمري أحقد على أيوب. يمكن هو ما يعرفش إنك بتحبيه من وإحنا لسه عيال صغيرين، إنما أنا اللي أعرف. عايش أبص لعينيكي متجهة لفين. وإيه اللي جاب غزاوية هنا وخلاها تمسك عقدة الحبال كلها؟ أهو ده اللي معرفوش. شوف أبدا أبدا يا نعسة، لو تصدقيني دي قدرت بسحر لسانها وسلطان جمالها وقدرتها على الكذب، القدرة اللي ملهاش مثيل. فضلت تجنع في همام لما خلاص فهم انها بتكره ايوب اكتر منه من تحت راسك، وسرح رجالته يدوروا عليكوا ويحرسوني، وبقت هي كل شيء. لما شاف من عينيه
إنها عدوة لأيوب، هي اللي فكتني وهي اللي جابتني هنا. خشي. عمري ما كان حد يعرف السر ده مني ابدا. انت هنا ليكي مهمة واحدة، انك لما تشوفي همام رايح ولا جاي كلميه عشان احنا نعرف مصدر صوته والدنيا ليل. فاهمه؟ فاهمه، وان شاء الله موت. انا ماليش امل في الدنيا غير ان اشرب من دمه. راجل زي ده يدخل عليا بيتي ويخليني اجرجر له نعصي جوه البيت. وليه تطوعيه؟ خايفة من الموت؟ هو العمر لسه فيه، ده لولا رفع سيفه على حتة الواد اللي حلت من الدنيا وهو نايم ما كنت خنت نفسي. انا معايا الدليل اهو، احسن ما تقولي علي لقيني. حاكم الحواديت اللي الناس بتحكيه بتفهم الشباب اللي زيكو ان اللي ما حدش يقدر عليه في الشر تقدر عليه العجوزة. ادي السرة بتاعته بختمه ما فتحتهاش، هفضل اضربه بها على نافوخه لغاية ما يموت. بس تكتفهولي همام الابليس الشيطان. طيب تفضلي قاعدة برا الباب. يا ألف أهلا يا غزاوية. نعسة شرفت بيتك. مع كل مش وقت العتاب يا نعم. الفضل اللي انت وأيوب مليتوا بيه حياتي ثمنه اني اموت فداكي انت وهو. الضفيرتين معاكي متحزمة بيهم اهم يا نعم، خدي اهم. بس دول الدليل الوحيد اللي معاك الهمام ضد نعسة وأيوب. هي الحكاية لسه عايزة كلام وحديث. انا مستعدة كل الاستعداد. النبلة الاولانية هتاخد عينيه والتانية في قلبه، وبعد كده اللي ما يشتري يتفرج. بس ما حدش فيكم يظهر، خليكوا انتوا هنا جوه البيت، ولما الليل يمسي انا هتصرف. همام ورجالته جايين اهم. طب اسكت انت، احسن تفسدي خطة الغزاوية. هي جالت تكلميه هو لما يكون جنبك. لا حول الله. في ايه؟ لو ايوب عليه مش هيوافق على قتله. ايه الكلام ده؟ اذا كان هو هيقتله، اذا كان همام ناوي يقتل ايوب. معلش، الكامل المستقيم ما يردش على الشر بالشر. الدفاع عن النفس للي يكون ما فيش بينه وبين ربنا صلة طيبة. وبعدين في الهلوسة دي هو بعد اللي شفته يا عمار يبقى هلوسي؟ لابد ينقتل. واذا ما انقتلش كلنا هنقعد في التربة ولا في ناس. اهو برجالته استعدوا. خلي بالك يا خالة من الاستفاد. يا همام، على كل حال البكا يفيدك استغفار. يا ايوب اسكتي، انا سامع صوت المجرم همام. مش انت اللي بتاكل النحاس والحديد؟ مش انت وحش الجبال؟ ايه اللي خلاك تقف قدامي زي الحمل الوديع؟ اتكلم. أيوب سامحني، اصفح عني. ايه اللي مكتفك بالشكل ده؟ الحربة في ايدك والنبلة على دراعك وانا راجل ضعيف. كامل ومستقيم يا أيوب. ما همتش تجاتلي ليه؟ مش عارف، اهو كل ايدي ما تمد ناحيتك الاقيها زي ما تكون مسلسلة بحديد. سامحني، اصفح عني. عرفت ان فيه رب؟ عرفت يا ايوب. والدليل؟ تحرم علي الدنيا. اشهدوا يا ناس، اشهدوا يا اهل البلد، كل اموال من السعادة ملك للناس،
كل واحد عارف غنمه وجماله وبقره، اللي له حاجة يروح ياخدها، واللي يفيض يوزعها أيوب بإيده على الفقراء. ما كنتش مصدق إن الكامل المستقيم يبقى أقوى من وحش الجبال. عرفت يا أيوب إن فيه رب. روح يا همام، ربنا يغفر لك ذنوبك. روح فين؟ ما تسيبنيش، هفضل طول عمري من أتباعك المخلصين. وهو اللي لابس الكهني يبقى له توابع يا همام؟ سامحيني يا أمي. يا أمنا العظيمة يلي علمتينا الصبر والإخلاص، سامحيني يا زوجة الكامل المستجيب أيوب. سبحانك يا قادر يا كريم. يا عمار، فين عمار؟ رهن الإشارة يا ابن عمي. تبيع رمحك وتشتري لي غنمة واحدة، وكلكم تتفضلوا، كل واحد يسعى على رزقه، وتسيبوني انا ونعسه والغنمه، نبتدي الحياة من جديد.